عندنا مثل في مصر بيقول تكلم العيبة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك، زي ما انت سمعت كده بالظبط. جماهير الترجي التونسي النهارده بيأزروا الفريق بتاعهم، وانا ما عنديش مشكله في القصه دي. كون انك انت تأزر فريقك أزر يا عم عادي مفيش مشكله، لكن بكل ادب وكل احترام. ولما تيجي تتكلم على النادي الاهلي تقف وانت يعني عامل تعظيم سلام. ولكن ازاي الكلام ده يحصل؟ جماهير الترجي النهارده طالعين ببنرات وفيديوهات بيقولوا الترجي او بيشجعوا فريقهم ان هم قال ايه، يحنطوا النسر الفاسد، في اشاره للنادي الاهلي، في اشاره للنادي الاهلي ان هو نادي فاسد، النادي الاكثر فسادا اللي كل ما بيكسب النادي الاهلي بالمناسبه بيكسبه بكارثه تحكيميه. بيجي بيكلمني انا كنادي اهلي او كجماهير النادي الاهلي عن الفساد. لا بجد والله، ناس بتكذب الكذبه وبتصدقها، ناس كسبني اخر مباراه بعد سلسله من الهزايم لمده 5 أو 6 مباريات متتاليه ما عرفوش يسجلوا فيها جون، بيكلموني انا عن الفساد وهم كسبانين مباراه 1-0 بضربه جزاء مشبوهه، فجاي يكلمني انا عن الفساد. فريق بيكسب مني بطوله بجون بضربه يد او بالبوكس، لمسه ايد متعمده، بوكس، بيدي الكرة في الجون بالبوكس، وفي الاخر بيكلمني انا عن الفساد. لا بجد، تكلم العيبه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. لكن مش مشكله، على لاعيبتنا ان هم يكونوا رجاله، على لاعيبتنا ان هم يكونوا 11 مقاتل في الملعب. مباراه بكره مباراه كرامه، مباراه النادي الاهلي بكره مباراه كرامه، مباراه ملهاش علاقه باي حاجه غير الكرامه. انت نازل تدافع عن كبريائك، نازل تدافع عن كرامتك، نازل تدافع عن التيشيرت اللي انت لابسه، عن الكيان اللي انت المفروض يعني انك انت بتمثل. مباراه لا تقبل اي تخاذل، مباراه اللي شايف نفسه ان هو مش هيدي 200% من مجهوده مش 100%، مع السلامه يركن على جنب. مباراه محتاجه من المدرب واللاعبين، ومحتاجه من مدير الكوره ومن كل فرد في النادي الاهلي ان هو يكون متكاتف. مباراه ملهاش علاقه بالمتخاذلين، مباراه انت نازل ما عندكش غير خيار من 2، يا تفوز يا تفوز. مباراه انت داخل عامل حسابك انك انت تفوز 2-0 بدون ما يدخل فيك اهداف، لان انت زي ما انت عارف اي هدف هيجيبه نادي الترجي او نادي الترشي انت لازم تعوض. لو هم جابوا جون فانت محتاج تكسب 3. فانت نازل بكره يبقى عندك توازن دفاعي هجومي، نازل بكره يكون عندك توازن دفاعي هجومي، وتنزل تكسب اكتر من فرق واحد. وكل ما تقدر تكسب وكل ما تقدر تجيب اجوان اكتر كل ما يكون افضل. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك ان انت لو دخل فيك جون هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لك، وهتشوف بقى الوقعات في ارض الملعب، وهتشوف التمثيل، وهتشوف كل اللي انت ما تتخيلوش كله، او كل اللي انت عارفه عن الكره العربيه والافريقيه. فبكره محتاجين تكاتف من الكل، جهاز، لاعبين، اداره، كله محتاج. اللعيبه بكره تكون على اعلى مستوى، لاعبين تنزل تقاتل على كل كوره، لاعبين تبذل قصارى جهدها ان هم لازم بكره المباراه دي يكسبوا فيها. هتكسب يعني هتكسب، مفيش اي حل تاني، علشان خاطر تخرس كل الالسنه اللي اتكلمت عليك، علشان خاطر ترد على كل اللي قلل منك، على كل اللي اتهمك بالفساد. على الجانب التاني اخواتنا المغاربه، تيجي تتكلم عن قضيه السنغال اللي هي محط انظار العالم كله، اللي العالم كله بيتكلم عليها، تلاقي ناس طالعه بتتكلم تقول لك عيسى حياته. انتوا بتتكلموا ده انتوا تاريخكم كله عملوا عيسى حياته. وهنا لازم يكون الرد واضح وقاطع وصريح. عيسى حياته لو كان فعلا زي ما انت بتقول هيعمل، كان عمل لبلده، كان اولى انه يعمل للكاميرون، مش يعمل لمنتخب مصر او النادي الاهلي. لو انا هعمل للانديه بتاعتي في الكاميرون، لو انا هعمل للمنتخب بتاعي. لكن اهي اي شماعات واي كلام بيتقال واي هبد واي حد بيجي على لسانه اي حاجه بيقولها، تطلع تلاقي ناس بتقول لك غيره وحقد وحسد على ايه مش عارف، لمجرد بس ان انت قلت كلمه حق. ومش انا بس اللي بالمناسبه بقولها، او مش مصر بس اللي بتقولها، او مش الجزائر بس اللي بتقولها، او مش السنغال بس اللي بتقولها، مش الكاميرون بس اللي بتقولها. لا ده بالمناسبه في ناس كتير جدا ضد اللي حصل، سواء بقى في قارتنا الفقيره، قارتنا المنكوبه، او بره القاره. الموضوع واخد صدى عالمي غير عادي. بالمناسبه عشان ندي المغرب حقها برضه، المغرب منتخب قوي جدا جدا جدا، منتخب قوي جدا. المغرب بالمناسبه ما هوش محتاج ان حد يعمل مؤامره علشان خاطر يديله بطوله هو خسرها في ارض الملعب. فلو انت كنت عايز تحتج من البدايه كنت احتجيت على خروج السنغال من ارض الملعب، او الحكم نفسه كان اعلن ان انت فايز من ارض الملعب. الحكم نفسه كان اعلن ان انت فايز من ارض الملعب. ما كنتش استنيت لعيبه السنغال لما نزلت ارض الملعب، وبعدين ضربه الجزاء اتلعبت، وبعدين ضربه الجزاء ضاعت، وبعدين السنغال جابت جون وكسبت البطوله، عشان تيجي بعد شهرين يطلع قرار انا بشوفه انه اغبى قرار في تاريخ الكره في العالم. مش هقول لك بس في الكره العربيه والافريقيه،
بل في العالم. قرار غبي جدا جدا فوق ما تتخيل. قرار المغرب في غنى عن القرار ده، قرار بيضر المغرب اكتر ما بيفيدها، لان انا بشوف ولسه بقول وهقول ولسه هقول ان المغرب مش محتاجه الكلام دوت. المغرب مش محتاجه ان حد يعمل مؤامره علشان خاطر يديها بطوله مش بتاعتها. المغرب فريق قوي جدا مش محتاج مجاملات من حد. فكل اللي عمله الليله اللي حصلت دي كلها والقرار اللي طلع وكل الكلام اللي حصل دوت هو ضر سمعه المغرب ما افادهاش. ما لا بنشكك في المغرب ولا بنقول المغرب وحشه ولا بنقول المغرب احنا لا حاسدين ولا حاقدين ولا الكلام دوت. الشعب المصري اكتر شعب كان بيساند المنتخب المغربي في بطوله كاس العالم، سواء على مستوى الشباب عندهم اللي هم بالمناسبه تقريبا كسبوها او طلعوا تاني عالم، او المنتخب الكبير. فكنا دايما مساندين للمنتخبات المغربيه، مساندين للمنتخب المغربي في بطوله كاس العالم. فللاسف في ناس بقى عندها ذاكره السمك وناس بتنسى، وناس تيجي دلوقتي تقول لك ايه المنتخب المصري حاقد والمنتخب المصري مش عارف ايه، واحنا الثلاث اجوان دول واحد اتسجل في منتخب السنغال، واحد اتسجل في منتخب مصر، وواحد في منتخب الجزائر. بقت كل دلوقتي اللي يتكلم في الحق دلوقتي هو دلوقتي بقى طالع من المله، بقى ملوش دين، بقيت انت بتكره المنتخب المغربي، بقيت انت بتكره شعب المغرب. دخلنا الكوره في شعب المغرب، في شعب مصر، في كل الكلام دوت. ايه الفكره؟ انا مش عارف ليه بنحط الشعوب في الكوره. ليه ما بنفتكرش ان شعب مصر كان دايما مساند للمنتخبات المغربيه، كان دايما بيشجع المنتخبات المغربيه. لكن لا، ازاي دول طالعين دلوقتي بيحاربوا فينا، دول طالعين. يا حبيبي انا بقول لك القرار ده اذا كان اضر فهو اضر بالشعب المغربي، اذا كان اضر فهو اضر بالكره المغربيه. القرار ده ما اضافش جديد للكره المغربيه، لان انت اجلا ام عاجلا هيحصل تظلم والقرار هيتلغي. فالقرار ده اذا كان هيضر فهيضر المغرب مش اكتر. الاتحاد الافريقي محتاج للامانه ريحته فاحت. الاتحاد الافريقي محتاج ان هو يتفور، محتاج ان احنا بقى نشوف وجوه جديده، محتاج ان اللجان بتاعته دي الاشخاص اللي فيها اللي موجودين يشتغلوا ويجي ناس تانيه، لان بصراحه الفساد ريحته فاحت. نرجع لكلامنا عن النادي الاهلي. عندنا مباراه بكره الساعة 9 إن شاء الله نفوز فيها، إن شاء الله اللعيبة تكون على قدر المسؤولية، إن شاء الله اللعيبة تقدر تعمل اللي عليها وزيادة، إن شاء الله يكونوا في الموعد، إن شاء الله يسعدونا، إن شاء الله يقدروا إن هم يصعدوا للدور التالي بإذن الله تعالى. طب لو هتيجي تكلمني في التشكيل، يعني دلوقتي التشكيل ممكن نلعب بمين؟ التشكيل أنا بشوف مصطفى شوبير لا خلاف، انسى بقى التدوير وانسى الكلام دوت. هتتكلم في ياسر إبراهيم، هادي رياض، جنب اليمين تكلم في محمد هاني لأن أنت ما عندكش أحسن منه، بيعمل كوارث بس أنت ما عندكش أحسن منه. في الجنب الشمال بالعمري. هتتكلم في 2 في النص، هتقول مثلا ان انت عندك ديانج، وعندك مثلا هتحط جنبه محمد علي بن رمضان مثلا. على الجنب اليمين الشحات، على الشمال هنحط مثلا بن شرقي. في الهجوم ممكن تستخدم مروان عثمان علشان يضغط من الدقيقه الاولى. ممكن لو انت برضه حبيت تعمل تغييرات ممكن تخلي ان انت معاك مثلا يعني تحط بن شرقي وتخلي تريزيجيه هو الشمال. ممكن تبدل محمد علي بن رمضان تحط مكانه امام عاشور. انت بكره ما عندكش اي حاجه غير انك انت محتاج انك انت تكسب، محتاج تعمل مباراه قويه، محتاج تعرف الناس دي حجمهم الطبيعي، محتاج تعرفهم ان انتوا لو فزتوا فانتوا فزتوا بالتحكيم لا اكتر ولا اقل، محتاج توريهم ان انتوا المباراه اللي فاتت الحكم حجم الفريق بمعنى بكل ما تعني الكلمه، خلاك ما بقتش عارف تلعب. حكم فضل يوزع في انذارات بطريقه غريبه، طريقه مبالغ فيها. توقعاتي للمباراه ان شاء الله ان احنا باذن الله تعالى هنقدر نكسب 2-0 او 3-1 باذن الله تعالى. ودي نهايه الفيديو، وبتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو المحتوى عجبكم بتمنى تنضموا للقناه وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.